السوبر المصري، وده مهم جدا انك تعرف ان البطل انت بطل من الورق، واتحط عليك اهو مره واتنين وتلاته، وكل ما بشوفك هحط عليك. مش كفايه كده ولا ايه يا رجاله؟ يعني انا شايف ان خلاص كفايه، يعني سيبوا الفرحه والاحتفالات واول جمعه وتاني جمعه لينا، للجمهور، للناس اللي هي بنحفل وبنروش وبتاع، لكن انتوا يعني احنا ما عملناش اي حاجه، لسه ما عملناش اي حاجه. لا استفدنا من اللعيبه اللي جت، ولا استفدنا من الاستقرار اللي موجود اللي ما بيدومش. يعني احنا استقرارنا كبير قوي سنتين، ده يعني ماكسيموم، وهتلاقي حد بينخور لك فيه، وهتلاقي استقرارك ده باظ. فعلى الاقل نستغل السنتين اللي احنا نعمل حاجه في السنتين دول. لازم يبقى حياتنا كلها زي يوم ماتش السوبر، لازم السنه كلها اللي بلعبها نفس عزيمه ماتش السوبر، نفس الاصرار اللي كان موجود في ماتش السوبر، نفس الروح القتاليه اللي كانت موجوده في ماتش السوبر. كل ده يبقى موجود في ماتش في السنه كلها. بلعب في الدوري، بلعب كاس، بلعب كونفدراليه، السوبر المصري، وده مهم جدا انك تعرف ان البطل انت بطل من الورق، واتحط عليك اهو مره واتنين وتلاته، وكل ما بشوفك هحط عليك. ما ينفعش تبقى مره وكل سنه واحنا طيبين، ما ينفعش تركيزنا واصرارنا واللي حصل في ماتش السوبر يبقى مره. لا ننسى بقى حوار مره ده. انت خلاص راجل، بقى عندك استقرارك، بقت بتاخد فلوسك في ميعادها، بقت لعيب محترف زيك بقى، زي يعني ما عندكش حجه. يعني كنا زمان بنقول اللعيبه دي ما بتاخدش فلوسها بالثلاث اربع اشهر، هو اكيد دماغه في اقساط عليه، في حاجه عليه، في بتاع، مش مركز. لكن انت دلوقتي ما شاء الله بقى عندك استقرار، وبقى عندك فلوس، وبقت بتاخد بطولات، والدنيا بتتحسن. فمش عايزين على الفرحه اللي انتوا فرحانينها دي، مش عايزينها تبقى اخر مره. عايز اشوفها يوم 25 10 وانا باخد السوبر المصري، زي ما عملناها. خدنا من الترجي السوبر الافريقي، وجينا خدنا من الاهلي السوبر المصري. الموضوع مش جديد علينا، بس الاستمراريه بقى، ويبقى على طول ورا بعض. بنزل الدوري كله متوشته كلها ورا بعضيها، نفس الروح نفس العزيمه، ما بيأس. انا الدوري ده بتاعي من اول ماتش لاخر ماتش، ما فقدش نقطه. السوبر هلاعب بيراميدز انزل احط عليه، هلاعب الاهلي انزل احط عليه. الغريبه اللي انت ما كانش ناقصك تقريبا غير الدافع، والحد يحمسك. يعني طب يعني بس انت نفس اللعيبه اللي لعبت ماتش السوبر هي اللي كانت معانا الموسم اللي فات، ما زادش عليه محمود بنتايج فقط لا غير في التشكيله. اللي جاب الجون ناصر اللي احنا طول السنه متضايقين منه، عواد اللي صد ضربه الجزاء نفس الكلام، حسام، اللعيبه اللي احنا اصلا موجوده، بس بقت في حته تانية لما بقى عندها روح وبقى عندها عزيمه. فاتمنى ان الموضوع ده يستمر، ما تبقاش اللي هي ايه، ماتش وعدى وراح لحاله. لا، احتفالاتك والكلام ده سيبها خلاص علينا. انت من هنا خلاص خلصت احتفالاتك وخلصت دنيتك، اركز في السوبر المصري اللي انا اخده، مش اللي انا اشارك فيه كده. لا 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 لا، احنا رايحين الامارات ناخده من الامارات، نرجع ونحتفل تاني ونهيص تاني. ونفس الكلام في الكونفدراليه، ونفس الكلام في الدوري، ونفس الكلام في الكاس. مفيش بطوله اخشها خلاص، لازم استغل استقراري اللي ما بيدومش. لو اول مره تشوفنا، ما تنساش تعمل لي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم.